خليك صريح مع نفسك. امتى آخر مرة فكرت إن موبايلك أو اللابتوب ممكن يكونوا خطر عليك؟ مش بطارية بتسخن ولا شاشة بتعلق، أنا بتكلم عن خطر حقيقي. صورك، شغلك، فلوسك، حساباتك، وحتى سمعتك. النهاردة مش هنتكلم تقني ولا هندخل في أدوات ولا برامج. الفيديو ده مهم جدا لأنه ببساطة هو الأساس. قبل ما ندرس يعني إيه حماية ولا إزاي نحمي نفسنا، لازم نفهم ليه الموضوع ده خطير، ليه أي حد مش بس المبرمجين لازم يهتم، وإيه اللي ممكن يحصل لو تجاهلت الحماية السيبرانية. الفيديو ده موجه لأي شخص بيستخدم موبايل، كمبيوتر، إنترنت. يعني لو بتتفرج عليا دلوقتي فأنت داخل في الكلام ده غصب عنك. الجزء الأول، يعني إيه حماية وليه الموضوع مش رفاهية؟ ناس كتير فاكرة إن الحماية السيبرانية دي حاجة معقدة أو تخص شركات كبيرة وبنوك وحكومات. الحقيقة الحماية ببساطة معناها إنك تحمي نفسك الرقمية، زي ما بتركب باب حديد، زي ما بتقفل شقتك، زي ما بتخبي فلوسك. نفس الفكرة بالظبط، بس بدل البيت إحنا بنتكلم عن حياتك على الإنترنت. النهاردة شغلك أونلاين، فلوسك أونلاين، علاقاتك أونلاين، صورك وذكرياتك أونلاين. أي إهمال بسيط ممكن يضيع كل ده في ثواني. والمشكلة الأكبر إن الهجوم السيبراني مش بيبان، مفيش صوت كسر، مفيش باب مخلوع. أنت ممكن تصحى تلاقي نفسك اتسرقت وأنت نايم. الجزء الثاني، مين ممكن يتضرر؟ الإجابة أي حد. في اعتقاد غلط جدا بيقول أنا مش مهم، محدش هيهكرني، ودي أخطر جملة ممكن تقولها. الهاكر مش مستني شخص مشهور ولا صاحب شركة مليونير، هو بيدور على شخص سهل، شخص جاهل، شخص مهمل، طالب، موظف، فريلانسر، ربة منزل، كلكم أهداف. لينك غلط، برنامج متسطب من مكان مش موثوق، واي فاي مفتوح، وحياتك الرقمية كلها بقت تحت إيد غيرك. في ناس اتسحب منها شغل سنين، ناس اتسرق منها حسابات واتشوهت سمعتها، ناس اتنصب عليها بفلوس حقيقية، وكل ده بسبب حاجة بسيطة جدا، إنه ما كانش مهتم بالحماية. الجزء الرابع، ليه لازم تبدأ تعليم الحماية من دلوقتي؟ تعلم الحماية مش معناها تبقى هاكر، ولا معناها إنك تدخل مجال معقد. الموضوع أبسط من كده بكتير. أنت محتاج وعي، فهم، أساسيات. الحماية بتبدأ من قرارات صغيرة، أضغط على اللينك ده ولا لأ، أفتح الإيميل ده ولا لأ، أستخدم البرنامج ده ولا لأ. والقرارات الصغيرة دي هي اللي بتحدد تحمي نفسك ولا تضيع نفسك. واللي هنتعلمه في الكورس ده مش كلام نظري، مش تخويف فاضي، لكن واقع عملي بسيط ومفهوم لأي شخص. الجزء الخامس، الفيديو ده بوابة الكورس كله. الفيديو ده معمول عشان يحطك في الصورة الصح، قبل الأدوات، قبل الإعدادات، قبل أي حاجة تقنية. عايزك تحس إن الموضوع بيمسك، ليك مصلحة مباشرة، والتأجيل خطر. من الفيديو الجاي هنبدأ نفهم الأساسيات، إزاي تحمي نفسك وإزاي تفكر صح في العالم الرقمي. ولو فاكر إن الحماية اختيار، أحب أقولك هي مش اختيار، هي ضرورة. الخاتمة أو كلمة أخيرة قبل ما نكمل، لو وصلت لحد هنا فأنت شخص واعي وبتفكر لقدام. الحماية السيبرانية مش موضة ولا ترند، دي أسلوب حياة في عصر كله إنترنت. الكورس ده معمول ليك لو مبتدئ، لو عمرك ما درست حاجة تقنية، ولو أول مرة تسمع عن الموضوع. الفيديو الجاي هو أول خطوة حقيقية، ما تغيبش، لأن الغياب هنا ممكن يكلفك كتير.